الغلطة بقى جت من هنا. انت شايف الدنيا زحمة والعربيات راكبة فوق بعضيها، تاخد. حصل موقف رخم جدا. نسيت وانا بصلي، يعني انا دخلت صليت، نسيت اقفل البرنامج. ف... يا صباح الفل على كل اخواتي، نهاركم كله خير ورزق ان شاء الله. يوم جديد ونازلين الساعة 2:30 وهنفتح البرامج ونشوف اوبر مقدم لنا ايه. بس كل اللي طالبه منك 4 حاجات. اول حاجة تصلي على النبي وتدعي دعوة حلوة من قلبك وتعمل لي لايك وتشترك يا اخويا اللي ما اشتركتش. خلاص احنا داخلين على 7000 مشترك اهو. نهاركم كله خير ورزق ان شاء الله. لكن اول رحله اهيت واستقبلناها، رايح الدق شارع الثوره، هناخده من هنا شارع الجيش جنبنا هنا اهو. يا صباح الفل والرزق والخير والسعاده وكل حاجه حلوه. نازلين الساعه 2 ومعانا عرض من اوبر، عرض 10 رحلات ب 135 جنيه. تمام. قلنا ننزل بقى الساعه 2 عشان نعملهم على العرض اللي هو ال7 رحلات ده 65 جنيه. فقلنا نضرب عصفورين بحجر زي الايام بتاعت الصبح اللي بننزلها من 7، والايام لما بننزل ساعات بيدينا العرض ده الساعه 4. فالنهارده مدينا الساعه 2، فاحنا خلينا مع اوبر لغايه لما نشوف هتعمل فينا ايه تاني. يا رب يكون بس الشغل النهارده تمام كده والدنيا تشتغل، ربنا يكرم ان شاء الله. داسل صح؟ السلام عليكم. رايح الدقي صح؟ ايه؟ نسيت الشنطة عادي بس. لا دي اهم حاجه الشنطه. طب تعالى نخش نجيبها. ايه؟ اركب طب نخش نجيبها. العمارة دي اصلا. هنا ماشي. ايه؟ جبت الشنطه؟ انا الشنطه بتاعتي هي اللي فكرتك صح؟ اه ماشي. انت بتمتحن؟ ربنا معاك يا رب بالنجاح والتوفيق. امتحانات ايه اللي شغاله دلوقتي؟ ثانويه عامه برضو؟ مم. هو في يعني انت امتحانك دلوقتي ولا امتحانك امتى؟ امتحانك دلوقتي؟ اه كلنا بنتعامل دلوقتي. لا مش كان بيبقى الصبح بدري والكلام ده؟ الكلام ده اتغير بقى بعد الظهر وبعد العصر. م. 28 ماشي. يا مسهل الحال يا رب. رحلة هي راح المنيل اسمها محمد خيري. نخش شمال فهد.
على كفر هرمز ولاء الدكرور. الغلطة بقى جت من هنا. انت شايف الدنيا زحمة والعربيات راكبة فوق بعضيها، تاخد رحلة رايحة فيصل وكفرة هرمس وهرم والكلام ده كله. طب وريني بقى هترجع ازاي. هي دي غلطتي، ان انا خدت رحلة في يوم زحمة زي ده. شوف بقى، قابل بعد كده بقى شارع فيصل، وقابل بقى الدنيا اللي هتقابلنا. تلاتة وعشرين روتر وجاير بس 6 جنيه. شكرا. عفوا. الباشا التاني واقف في شارع المنيل، واقف في شارع المنيل. ماشي يلا بينا. السلام عليكم. سعد وجاد. لا بيظهر بس بعرف فين بالظبط عشان ابقى عارف يعني. ايه هتعمل ايه؟ تيجي تسوق انت؟ تيجي تسوق انت؟ والله عادي تبغى اشوف انت. خش. ايه؟ فيها ادوات الجيم. شايف العضلات؟ حبيبي حبيبي. منين انت؟ حبيبي. جينا في فيصل وزحمته. بقول فيصل وزحمته. تمشي من جوه؟ اسف. لا 15 جنيه عاملين لك. انت ليك رصيد صح؟ بس انت شيل 20 استاذ. اكتب 20؟ ليك. يعني ليه ولا اكتبها؟ ليك انت. طيب شكرا. يلا. شكرا. يا ربنا على زحمة فيصل. صفة هرمز، صفة اللبن. يلا. خلاص هنعمل ايه طيب؟ بص، البرنامج عنده استعداد يشغلك في فيصل ل10 15 رحلة اللي انت نازل تعملهم، مفيش مشكلة بالنسبة له يعني. لما قفشك في فيصل مش هيحلك. فانا دي كانت تاني او تالت رحلة تجيلي واكنسلها، ولقيت ان دي اقرب رحلة فقبلتها غصب عني. انا نفسي اطلع من فيصل. منين ما حصل لك فوق عشان الزحمه.
اسمه محمد صح؟ يا مسهل الحال يا رب. رحلة صغيرة 3 كيلو يعني بس ما شاء الله. نفسي اخلع من فيصل، المشكلة ان هو في شغل ابن اللذين. الله اكبر الله اعظم، عايزين نصلي العصر. نوصل الرحلة دي نصلي العصر ان شاء الله باذن الله. حمينا بقى مرسول بقى، حمينا بقى مرسول بقى. طبعا انت كده فهمت وشفت انا بقول لك انا غلطان في ايه. غلطت اول غلطه لما قابلت الرحله بتاعت فيصل، غلطت تاني غلطه ان انا كملت في فيصل وكفر هرمس والحتت دي. شوف بقى انا عشان اطلع من المنطقه عملت ايه. يا علوة، الله يسلمك يا علوة حبيبي. 17 تسلم يا غالي. ماشي. 50 جنيه زيادة، ايه اللي انت عاطيني الراجل ده؟ رحلة أحمد زويل الدقي. يا مسهل الحال يا رب. ساكن؟ فعلا قدام الحتة دي. السلام عليكم. اتفضل. اطلع كوبيك يا معلش. ماشي. طبعا دي منطقه كفر هرمس، انا عشان اطلع من هنا اضطريت ان انا احدد وجهه على وسط البلد عشان اعرف اروح اصلي العصر. ما كانش في حل غير كده، الرحلات كلها عماله تجيلي في قلب المنطقه وكفر هرمس ونزله السمان والهرم ومريوطيه وقصه. عشان اطلع اضطريت ان انا احدد وجهه على وسط البلد. تمثلنا كده هنا. تمام. بيزا يا باشا هي صح؟ نعم. بيزا صح؟ بيزا. تمام ماشي. ماشي بالحبيب. ماشي اتفضل على مالك. نروح بقى دلوقتي نصلي العصر ان شاء الله، عشان ما صليناش العصر في المسجد اللي بنصلي فيه الزاوية اللي هي الدق دي.
المغسول شغلان لنا كشري. كشري. نصلي العصر هنا اهو، ربنا يبارك فيه. حصل موقف رخم جدا. نسيت وانا بصلي، يعني انا دخلت صليت، نسيت اقفل البرنامج. وانا بصلي قبل الرحله بتاعت حد قعد يتصل بيا كتير وبعت لي رسائل كتير بصراحه. فاعتذرت له، قلت له ان التليفون قبل الرحله وانا بصلي وانا جاي لك حالا اهو. الراجل تقبل للاسف يعني، وقال لي ماشي انا في انتظارك. وهي تقريبا انا مش يعني ما اعرفش هي رايحه فين، هقابلها وانا في البتاع ده. بس تقريبا رايحه وسط البلد عشان انا ما قفلتش الواجهه. يعني انا كل ده على الواجهه اللي انا كنت عاملها. تقريبا رايحه اي حته في وسط البلد، فين بقى ما اعرفش. المهم ان احنا هنروح له هنوديه يعني. حقك عليا. سلام طيب كده. يلا بينا. وحضرتك رايح فين؟ عند المتحف المصري؟ البنات دي ولا ايه؟ انا كتير بتقولوا من دول. عارف ايه، ربنا يهلك جميع والله. يعني الف ولا ما الفش؟ انا بعرف 18 بس يا عم عرفان، ومعذرة معلش على الموقف اللي حصل ده. ماشي وش. ادي رحلة الفجالة. ماشي حلو. ربع 3. ازاي أستاذ احمد طالب اوبر؟ اتفضل. انت رايح فين؟
22 عاش فكه؟ لا ثواني راح فين؟ 22 ايه؟ ماشي هات 2 جنيه فكه احلى 2 جنيه تمام. ده لسه باقيله 8 جنيه واخد بعضه وماشي. خد يا عم خد حقاتك. احنا راحة حسن الصواب بشتيل. تعالى يا باشا تعالى يا باشا نروح يا باشا تعالى تعالى يا باشا نروح يا ربنا. واقف هنا يا سبحان الله يا سبحان الله. احمد سعد واقف على الباب هنا اهو. واقف على باب شارع كلوبيه هنا اهو. منتظرك مستعجل بس. طب مستعجل طب ما انا عندك اهو اهو. لقد وصلت يا عم انا وصلت اهو. ده احمد سعد صح؟ اما انا اللي بكلمك. انا اللي بكلمك اوبر. هو جه ركب على طول وانا بكلمه ما قفلش السكه. يا رب الرحله اهي. يعني يوم الزحمه من اول لاخر زحمه. بص اللمبه ايه؟ بقول لك بص اللمبه بترعش ازاي؟ كله بيوسع.
يعني كل الكلاكسات دي وبرضه مكمل برضه مفيش دماغ. والله عندك حق سواق توك توك. ايه ده؟ ده بتاع دوت اسمه ايه ده؟ محطة مصر الجديدة، محطة الطيارات السعيدة ايه؟ محطة الطيارات السعيدة شغالة يا باشا، اشتغل شغالة بقالها بتاع حوالي 5-6 شهور. بالله على السلامة يا باشا، بالله على السلامة. هو الشارع ده يا اللي بعديه، بس انا مش محدد لي بقى يا ده يا اللي بعديه. كام؟ طلع علينا بقى 39. انا بقول لك يا الشارع ده يا اللي بعديه، يا ده يا اللي بعديه، هو على نصيب. طب يا حبيب اخوك، اول حاجه كده تصلي على النبي. واديك شفت معايا الفيديو، النهارده كان يوم زحمه وطحن. بدل ما ننزل نعمل بونص واحد عملنا بتاع حوالي 3 بونص يومي 150 جنيه وبونص اسبوعي 135 جنيه، والحمد لله اليوم عدى على خير. لو انت وصلت لغايه هنا يبقى انت من الابطال والناس اللي تحب تتفرج عليا. فعايزك اول حاجه كده تصلي على النبي وتدعي دعوه حلوه من قلبك وتعملي لايك، ولو ما اشتركتش تشترك يا اخويا. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات واكيد هرد عليك ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.